السلام عليكم أعزائي المشاهدين. معانا النهاردة الفيديو الثالث من سلسلة تلخيص أنمي دراجون بول. بنكمل الأحداث وبنكون على كوكب ناميك لما جوهان وكوريرين راحوا يدوروا على كرات التنين عشان يحققوا أمنيتهم ويرجعوا كل اللي اتقتلوا على الأرض للحياة مرة تانية. بيتفاجئوا إن فيجيتا كمان قدر يوصل، وبنعرف إنه كمان هدف الكرات، بس المشكلة الأكبر اللي هتقابلهم هو فريزا الملقب بإمبراطور الشر وأقوى شخص في الكون. وعلى كوكب الأرض جوكو قدر يتعافى بالكامل وبيستعد عشان يسافر هو كمان. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جوكو بيوصل لبيت أبو بولما وبيلاقي إنه صنع مركبة فضائية كبيرة عشان يسافر بيها كمان. بيقول له إنه عمل نظام تغيير للجاذبية وممكن يزودها لحد 100 مرة عشان يقدر يتدرب وهو في رحلته. جوكو بيكون مستعجل على الآخر وبياخد المركبة في وقتها وبيسافر، وبنعرف إنه هيوصل بعد 6 أيام. أول حاجة بيعملها بيظبط الجاذبية على 20 ضعف وبيبدأ تدريب. في الوقت ده جوهان وكوريرين كانوا ماشيين ورا فريزا ورجالته عشان يعرفوا هم وصلوا لايه. بيعرفوا انهم بيجمعوا كرات التنين وبيقتلوا سكان الكوكب، وكمان معاهم الكواشف اللي بتعرف الاماكن. دوديريا بيلاحظ ان في حد مستخبي ورا التل، بس قوتهم بتختفي فجأة ومش بيهتم، والتانيين بيكونوا مرعوبين وبيحمدوا ربنا انهم ما اتكشفوش. فريزا بيوقف كل سكان القرية قدامه وبيسألهم على مكان باقي الكرات، لكنهم ما كانوش راضيين يتكلموا. زاربون بدأ يضرب فيهم وقتل منهم 2، وجوهان لما شافه اتعصب جامد وكان عايز يروح يدافع عنهم، بس كوريرين بيهديه. مش بيتبقى غير واحد كبير ومعاه طفلين وبيصمم انه ما يتكلمش. وفريزا كان على وشك انه يقتل الاطفال، بس فجأة الجهاز بيكشف عن 3 اشخاص اقوياء بيقربوا منهم. بيلاقوهم 3 من محاربين النمك الاقوياء، بس قوتهم اللي ظهرت على الجهاز كانت قليلة. عشان كده رجالة فريزا استهزأوا بيهم وما كانوش عارفين ان النميك بيقدروا يتحكموا في قوتهم. بتبدأ المعركة بينهم والمحاربين بيرفعوا قوتهم فجأة وبيقدروا يهزموهم بسهولة. وكده مش متبقي غير فريزا والاتنين اللي معاه. دودوريا قال له انه هيحاربهم لوحده وهيخلص عليهم كمان. ولما كان بيستعد فجأة النميك بدأوا يستهدفوا الكواشف بتاعتهم وبيدمروها كلها، وبكده مش هيقدروا يلاقوا باقي السكان ولا الكرات. دوديريا بيتعصب وبيهجم عليهم بكل قوته وبيقدر يتخلص من 2 في لحظة، والتالت بيبعد عنه شوية وبيقدر يسيبه بهجوم قوي، بس بيخرج من غير ما يحصل له حاجة وبيضربه بدماغه في بطنه وبيقتله. الراجل الكبير بيتصدم لما بيلاقيهم كلهم اتقتلوا، وبيقولوا انه هيجيب الكرة اللي معاه بس بشرط يسيب الاطفال تعيش. بعد ما بيجيبها فريزا بيسألوا على مكان الباقيين، بس بيرفض يخون باقي شعبه. دوديريا بيضربه وبيرميه على الارض وبيقول للاطفال يهربوا بسرعة، بس فريزا مش بيسيبهم وبيقتل واحد فيهم. وبعدها على طول دوديريا بيقتل الراجل الكبير وبيتجه ناحية الطفل التاني عشان يقتله. في الوقت ده جوهان ما كانش قادر يمسك نفسه اكتر من كده وبيخرج بسرعة وبيضربه، وبيقدر ينقذ الطفل الصغير. وكوريرين بيجي يكمل عليه وبياخدوا الطفل وبيهربوا بسرعة، مش بيسيبهم وبيروح وراهم وبيفضل يضرب عليهم. والولد بيقع بس جوهان بيقدر يمسكه. الضغط بيزيد عليهم، وفجأة كوريرين بيستخدم تقنية شعاع الضوء وبيعميه وبينزلوا يستخبوا بسرعة. بعد ما بيفتح عينه بيفضل يدور عليهم بس مش بيلاقي حد بسبب انه مش معاه الكاشف، وبيقرر انه يدمر المكان كله. وافتكر انه قتلهم ومشي، بس ما يعرفش انهم قدروا يخرجوا من المكان وبيتجهوا للكهف اللي بولما مستخبية فيه. في الوقت ده ابوها كان بيكلمها وقال لها ان جوكو هيوصل قريب ومعاه مركبة هتاخدكم كلكم ومش محتاجة تصلح اللي باظت. دوداريا وهو راجع بيلاقي نفسه اتضرب ووقع في المية، ولما بيخرج بيلاقي فيجيتا قدامه. قال له انا كنت مستني الوقت اللي هتبقى فيه لوحدك بعيد عن زاربون عشان اخلص عليك. دوداريا قال له لو اديتني الكاشف اللي معاك هسيبك تمشي، بس فيجيتا بيطلعه وبيرميه على الارض وبيكسره، وبيقول له انه خلاص ما بقاش محتاجه وانه اتعلم حاجة جديدة بعد ما رجع الارض وبقى بيقدر يحس بالطاقة ويتحكم فيها. دوداريا بدأ يخاف ويتراجع، بس فجأة بيستخدم اقوى هجوم عنده وبيضربه على فيجيتا، بس مش بيتأثر وبيمسكه من ايديه وبيلويها. وبيقول له ان السياجين بيزدادوا قوة بعد كل معركة، عشان كده انت مش هتقدر تعمل حاجة دلوقتي. قال له لو سبتني هقول لك حاجة مهمة تخص الكوكب بتاعكم اللي اتدمر. وفيجيتا بيسيبه. قال له ان فريزا ضحك عليك وقال ان في نيزك هو اللي دمر الكوكب، بس الحقيقة ان هو اللي دمره عشان يخلص على العشيرة بتاعتك كلها، لانه كان خايف لحسن يتجمعوا ضده ويهزموه. فيجيتا بيعرف ان فريزا بيخاف من قوتهم اللي بتتطور وبتزيد باستمرار، ومش بيهتم بعيلته ولا عشيرته اللي اتقتلت، وكل هدفه انه ينتقم من كل اللي كانوا بيستغلوه قبل كده. اولهم دوداريا اللي كان بيحاول يهرب بس بيقدر يفجره بضربة واحدة بس. بعد كده فيجيتا بيحس بقوتين قريبين منه وبيتجه ناحيتهم بسرعة، وبيكونوا جوهان وكوريرين. اول ما بيلاقوا حد مقرب منهم بيستخبوا بسرعة وبيتخضوا لما بيلاقونه فيجيتا. بيفضل يدور في المكان شوية وبيحس بيهم وبيقرب منهم وهم بيستعدوا عشان يواجهوه. وفجأة بتخرج سمكة كبيرة من المية وبيفتكر ان هي مصدر القوة
بيسيب المكان وبيمشي. بعد كده بيرجعوا الكهف وبيفرحوا لما بولما بتقول لهم ان جوكو في الطريق ومعاه مركبة كبيرة هيرجعوا بيها كلهم. في نفس الوقت فيجيتا بيلاقي قرية صغيرة وبينزل فيها وبيسألهم على القرى اللي عندهم، بس محدش بيرضى يتكلم عشان كده بيبدأ يقتل فيهم. وفي الكهف بيعرفوا ان الولد اسمه دندن وبيبقى ابن زعيم النميك كلهم. جوهان فجأة بيحس بحاجة غريبة، بيخرج بسرعة وبيكون متضايق وبيقول ان في ناس بتموت دلوقتي وطاقتهم بتختفي، وبيكون في نفس الاتجاه اللي فيجيتا مشي منه. في الوقت ده كان فيجيتا قتلهم كلهم وقدر يلاقي سادس كورة بعد ما فريزا قدر يحصل على 5 منهم. دندن بيتصدم لما بيلاقيهم عارفين عن كرات التنين وهم من كوكب تاني، فبيحكوا له كل حاجة وبيقرر يساعدهم. وبياخد كوريرين عشان يقابل الزعيم اللي معاه الكرة الأخيرة وياخدها منه ويخبيها عشان محدش من فيجيتا ولا فريزا يحقق هدفه. فيجيتا فكر نفس التفكير ورمى الكرة اللي معاه في المية عشان محدش يلاقيها، وقال انه هيحاول يسرق ال5 اللي مع فريزا. زاربون بيلاقي انه ديداريا اتأخر وبيتأكد ان فيجيتا قتله، عشان كده بيروح يدور عليه بنفسه. وفريزا بياخد الكرات وبيرجع للسفينة بتاعته. في الوقت ده جوكو كان لسه بيتدرب ووصل لمستوى انه بيقدر يتعامل مع 20 ضعف الجاذبية بسهولة. كايو بيتواصل معاه وبيقول له انت مش لوحدك اللي بتتدرب، وان ال4 محاربين اللي ماتوا على كوكب الارض قدروا يعدوا التعبان ويوصلوا عنده. جوكو بيتحمس اكتر وبعدها بيقول لكايو يعرف ايه اللي بيحصل على كوكب نميك، وبيتصدم لما بيلاقي فريزا موجود هناك وبيكون عارف انه قوي. وبيقول لجوكو اول ما توصل خد ابنك واصحابك واهرب بسرعة عشان انت مش هتقدر عليه. بس بيكونوا بيكلمه وبيقول له ما تخافش انت قوي وهتقدر تجمع كرات التنين وترجعنا للحياة، وساعتها هنيجي كلنا للكوكب ونواجه العدو القوي ده ونهزمه. بعد كده كايو بيبدأ معاهم، وجوكو لما بيعرف ان الموضوع خطر كده بيزود الجاذبية ل50 ضعف. في الوقت ده كوريرين بيحس ان فيجيتا بيقرب منه بسرعة وبيستخبى، بس بيلاقي قوة تانية ظهرت. فيجيتا بيعرف ان القوة دي تخص زاربون وبيغير اتجاهه وبيروح يقطع طريقه. قال له انا قتلت دوديريا والدور عليك، وبعد ما اجمع الكرات وحقق امنيتي في الخلود هيجي الدور على فريزا وهتخلص منه هو كمان. زاربون قال ان فريزا مش بيخاف منهم غير لو كانوا متحدين، انما لو واحد لوحده زيك كده هيقرقشه بسنانه. فيجيتا قال له هنشوف، وبعد كده بيهجم عليه وبيضربه وبيرميه على الارض. زاربون بيتفاجئ من قوته ومش بيكون عارف يعمل حاجه، بس بيقول انه مش بيستخدم كل قوته وعشان يقدر يحررها لازم يتحول لشكل تاني، وعشان بيخلي شكله وحش فمش بيرضى. زاربون بيبدا يتحول وقوته بتزيد للضعف وبيهجم على فيجيتا وبيقدر يرد له كل الضرب اللي خده من شويه. بعد كده القتال بيبقى من طرف واحد وزاربون بيمسكه في الجو وبينزل بكل سرعته وبيزرعه في الارض. مش بيلاقي منه حركه بعد كده والميه بتملى المكان وبيفتكر انه مات او غرق وبيسيبه وبيمشي، بس بعدها على طول فيجيتا بيخرج من تحت الميه ومش بيقدر يتحرك وبيفقد الوعي. في الوقت ده كوريرين ودندن بيوصلوا لبيت الزعيم وبيقابلوا نيل الحارس بتاعه وبيقول لهم انه مستنيهم من بدري وعارف كل حاجه بتحصل على الكوكب، وبعد كده بيدخلوا يقابلوه. جوكو بيبذل كل مجهوده في التدريب وبيقدر يتعود على مستوى 50 ضعف الجاذبيه وبيكون عايز يعرف ايه اللي بيحصل على الكوكب باي طريقه. كوريرين بيقول للزعيم على الخطه اللي عايزين يعملوها بالكره الاخيره وبيحكي له عن النميك اللي كانوا على كوكب الارض وانهم عرفوا موضوع كرات التنين من خلالهم. الزعيم بيمسك دماغ كوريرين وبيقدر يعرف تاريخ النميك اللي كانوا على الارض، ولما بيعرف ان نيتهم كويسه بيقرر يساعده وبيديله الكره الاخيره. الزعيم كان عنده قدره انه يحرر القوه الخامله في جسم اي حد وبيستخدمها عليه. كوريرين بيتفاجئ ان قوته زادت جدا وبيفرح وبيقول لدندن يستنى هنا وهيروح يجيب جوهان عشان الزعيم يحرر قوته برضه، وبياخد الكره وبيرجع. في الوقت ده واحد من رجاله فريزا بيوصل للقريه اللي فيجيتا دمرها ومش بيلاقي اي كرات هناك، بس بيكون في واحد لسه عايش وقال له ان السياجين هو اللي خدها، بس بيقتله قبل ما يكمل كلامه بعد ما عرف انه فيجيتا وضيع على نفسه فرصه انه يعرف مكانها. ولما راح قال لفريزا على اللي حصل وانه قتل الشخص اللي قال له، وعشان الحركه الغبيه دي فريزا قتله في وقتها. في الوقت ده زاربون قال له انه خلص على فيجيتا بس من غير ما يتاكد انه مات. قال له انت تروح تدور عليه حالا لانه الوحيد اللي يعرف مكان الكره اللي خدها، وكان قلقان وبيقعد يفكر مع نفسه في قوه السياجين اللي بتزيد بعد كل معركه دي. زاربون بيقدر يلاقيه وبيكون لسه عايش وبياخده عشان يعالجه. بولما بتلاقي على الكاشف بتاع الكرات ان في كره بتقرب منهم وبيعرفوا ان كوريرين قدر يحصل عليها، وكمان بتلاقي واحده قريبه منهم في نفس اتجاه القريه اللي فيجيتا قدر يدمرها، وبيتوقعوا انه ملقاهاش عشان كده جوهان بياخد الكاشف وبيروح عشان يجيبها. زاربون بيستنى فيجيتا لما يفوق عشان يعرف مكان الكره اللي خباها. بعد كده بيروح يبلغ فريزا انه مستنيه فوق، بس في الوقت ده فيجيتا بيتعالج وبيدمر الجهاز وبيخرج، وبيجوا لأوضة العلاج بسرعه وبيلاقوا ان جدار السفينه اتدمر وفيجيتا قدر يهرب، بس ما يعرفوش انه كان لسه موجود. بيتجه
بسرعة لأوضة فريزا عشان ياخد ال5 كرات، وبيبدأ يفكر هيعمل ايه. أول حاجة بيعمل انفجار في السفينة، وبعدها بيدمر الجدار وبيرمي الكرات كلها بقوته، وبعدها بيخرج وبيستخبى. بيرجعوا الأوضة ومش بيلاقوا الكرات، وفيجيتا بيقدر يهرب من خلال المية عشان محدش يشوفه. فريزا بيحمل زاربون المسؤولية كلها وبيقوله لو ما قدرتش تلاقي الكرات في خلال ساعة واحدة بس اعتبر نفسك ميت. وفي نفس الوقت ده كان جوهان قدر يعرف ان الكرة في المية من الجهاز وبينزل يجيبها. فيجيتا بيقدر يوصل للمكان اللي رمى فيه الكرات وبيجمعهم، وفجأة بيلاقي كورير راجع للكهف ومعاه واحدة، وبيقرر يروح وراه عشان ياخدها ويكون جمعهم كلهم، بس ما كانش عارف ان جوهان قدر يوصل للأخيرة. كورير بيوصل للكهف وبولما بتفرح انه قدر يحصل على واحدة، وقالت له ان جوهان كمان راح يجيب التانية. بس في الوقت ده فيجيتا بيقدر يوصل لهم، وبعده على طول زاربون هو كمان بيجي، بيهجموا على بعض وفيجيتا بيقدر يضربه وهو ما كانش قادر يلمسه، عشان كده بيتحول وبيهجم مرة تانية. فيجيتا بيقدر ياخد شوية تراب من على الأرض وبيرميهم في وشه وبيخليهم ما يشوفوش كويس، بعد كده بيضربه من ظهره، وبعدها بيوقعه في المية وبينزل عليه بهجوم قوي. زاربون بيقوم وبيتفاجئ من قوة فيجيتا اللي زادت فجأة، وقال له ان ده بسبب انكم عالجتوني بعد ما كنت هموت. فيجيتا بيهجم عليه تاني وبيقدر يخترق الدرع بتاعه وبعدها بيقتله. بعد كده بيلف وشه ناحية كوريرم بس من غير ما يتكلم، قال له انا هديها لك بس تسيبنا عايشين. وفيجيتا بيوافق وبياخدها وبيمشي، وبيكون فاكر انه جمع ال7 كرات. جوهان وهو راجع بيحس ان في حد بيقرب منه وبيستخبى بسرعة، بس المشكلة انه كان فيجيتا وهو كمان حس ان في حد موجود وفضل ينادي عليه وقعد يقول له اخرج، بس جوهان ما كانش راضي يكشف نفسه عشان كده قال انه هيدمر المكان كله. في الوقت ده جوهان بيخاف على الكرة اللي معاه وبيخبيها وبيخرج. بيقرب منه وبيلاحظ الكشف اللي في ايده وبيسأله ايه ده، بس جوهان بيقول له انها ساعة وبيصدقه. بعد كده قال له انا عندي هدية لابوك، وبيضربه بركبته يخليه يقع في الارض من الوجع، وبيسيبه ويمشي من غير ما ياخد باله من الكرة اللي وراه. جوكو كان في تدريب خطير وكان بيطلق اقوى هجوم عنده وبيصده بجسمه، وكان على وشك انه يموت، بس بياخد واحدة من حبوب السينز وقوته بترجع له. في الوقت ده جوهان بيقدر يرجع بالكورة، وفيجيتا بينزل المية يدور ومش بيلاقيها، وبيكتشف ان الجهاز اللي كان مع جوهان يبقى رادار وبيعرف اماكن الكرات، واكيد هو اللي خدها. بيتعصب جدا وبيرجع الكهف وبيدمره بس مش بيلاقي حد لانهم بيكونوا نقلوا في مكان تاني. كوريرن بيقول انه هياخد جوهان لزعيم النميك عشان يستخدم عليه قوته وهيبقى اقوى من كده بكتير. بتعدي ساعة وفريزا بيكون جاب اخره وبيتوقع ان زاربون اتقتل، عشان كده بيبعت لمجموعة محاربين اسمهم الجينيو توكسينتاي وبيكونوا قربوا يوصلوا. فجأة بيلاقي ان فريزا اتعصب وبيكون قلقان من مجموعة المحاربين اللي في طريقهم للكوكب بسبب ان معاهم كواشف، وبكده هيقدروا يلاقوه بكل سهولة. عشان كده بيروح يدور بسرعة على الكرة الأخيرة على أمل إنه يلاقيها ويحقق أمنيته قبل ما يوصلوا. جوكو بيكون لسه بيعمل نفس التمرين الخطير ده، بس بيلاقي إن جسمه بقى بيتحمل أكتر بكتير. في نفس الوقت فريزا بيعرف إن مجموعة المحاربين على وشك إنهم يهبطوا على الكوكب. كوريرون وجوهان بيلاقوا إنهم هيتأخروا جامد وهم ماشيين بالسرعة دي، فبيضطروا يزودوا السرعة ويستخدموا طاقتهم، بس في الوقت ده فيجيتا بيقدر يعرف مكانهم وبيروح وراهم. في نفس الوقت جوكو كان قادر يخلص تدريب وبقى عادي بالنسبة له مستوى ال100 ضعف في الجاذبية. بيشوف في الوقت ده انه خلاص قرب يوصل وبيرجع الجاذبية للطبيعي، وبيحس انه بقى خفيف جدا واقوى بكتير من الاول، وبيقرر ياخد حمام على السريع وينام الشوية دول عشان يريح جسمه. فيجيتا بيقدر يوصل لهم قدام بيت الزعيم، وكوريرن بيخلي جوهان يروح لوحده وهو هيعطله لحد ما يخلص. فيجيتا بيحس بكمية طاقة عالية في البيت وبينزل عشان يشوف في ايه. الزعيم بيقدر يحرر طاقة جوهان، ومن قوته فيجيتا بيفتكر ان جوكو هو اللي جوه وبيفضل ينادي عليه، وبيتصدم لما بيلاقي جوهان هو صاحب الطاقة دي. في الوقت ده الزعيم بيحس بطاقة المحاربين اللي بتقرب للكوكب وبيخلي دندن يحذرهم. فيجيتا بيتوتر اكتر وبيكون عاوز يعرف مكان الكرة الأخيرة بأي طريقة، بس برضه مش بيرضوا يتكلموا. قال لهم ان مجموعة المحاربين اللي هيوصلوا دول عددهم 5 وكل واحد فيهم في نفس قوتي ومش هنقدر نتعامل معاهم، واهم حاجة دلوقتي هي ان احقق امنيتي قبل ما فريزا ياخد الكرات والدنيا هتبقى سواد. نيلا قال لهم ان التنين على الكوكب ده بيحقق 3 امنيات، وممكن ترجعوا اصحابكم اللي ماتوا بعد ما هو يحقق امنيته، بس بشرط انه ما يقربش منكم بعد كده. الطرفين بيوافقوا وبيروحوا لمكان الكرة الأخيرة وبياخدوها لباقي الكرات، وفي نفس الوقت مجموعة ال5 محاربين بيوصلوا وبيقابلوا فريزا. قال لهم ان فيجيتا خان وسرق الكرات وهرب وعايزكم تجيبوه. بيستخدموا الكواشف بتاعتهم وبيعرفوا مكانه وبيروحوا على هناك على طول. في الوقت ده جوكو بيصحى وبيكون فاضل له 20 دقيقة ويهبط على الكوكب، وبيجهز نفسه وبيلبس زي القتال بتاعه. فيجيتا بيوصل لباقي الكرات، لكن المحاربين بيوصلوا في نفس اللحظة وبيمنعوا انه يجمعهم مع بعض،
بعض، فيجيتا بيلاقي الدنيا قفلت في وشه وفجأة بيلف وشه وبيرمي الكرة اللي معاه بكل قوته، بس بيخرج واحد منهم وبينطلق وراها بأقصى سرعته وبيقدر يمسكها بكل سهولة، وفي لحظة واحدة بس بيرجع لمكانه تاني. القائد بتاعهم كان اسمه جينيو، قال ان باتا أسرع شخص في الكون وكان قرار غبي جدا انك ترميها بالطريقة دي. فيجيتا قال لكوريرين يكسر اللي معاه بسرعة، بس فجأة مش بيلاقي الكرة في ايده وبتكون مع واحد اسمه جولدو. فيجيتا بيتصدم لما بيعرف ان جولدو بيقدر يوقف الزمن لمدة معينة وقدر ياخد الكرة منهم، وبكده بقى معاهم ال7 كرات وبيقرروا يقتلوهم. جينيو خد الكرات عشان يرجعهم لفريزا والاربعة الباقيين هيحاربوهم، بيختاروا مين فيهم اللي هيقتل فيجيتا وبيكون واحد اسمه ريكوم، وجولدو هو اللي هيهتم بجوهان وكوريرين. بيتفقوا انهم هيهجموا بكل قوتهم عليه قبل ما يستخدم قدرته، بس بيقدر يوقف الزمن ويتحرك والقدرة بتفضل شغالة لحد ما يتنفس. بعد كده بيشوفوا تاني وبيهجموا عليه وبيقدر يهرب، وفي الاخر بيستخدم حركة تانية وبيقدر انه يثبتهم في مكانهم، بيرميهم بالصخور وبعدها بيشيل شجرة وبيخليها زي السهم وبيرميها عليهم، وكانت على وشك انها تقتل كوريرين. فجأة بيلاقوا نفسهم اتحرروا، وده كان بسبب ان فيجيتا قتل جولدو من ظهره وبعدها فجر له دماغه. بعد كده ريكوم بيستعد عشان يدخل المعركة. فيجيتا بياخد الموضوع جد وبيرفع طاقته لأعلى مستوى وبيهجم عليه بكل قوته، وضربة في التانية بيرميه على صخرة ضخمة وبعدها بيطلق عليه أقوى هجوم عنده وبيدمر المكان كله، بس بيتعب بعد الهجوم العنيف ده. وجوهان بيفتكر ان ريكوم الله يرحمه خلاص، بس كلهم بيتصدموا لما بيلاقوه خارج من الهجوم ومفيش اي حاجة حصلت له. وفي لحظة ريكوم بيقدر يوصل لفيجيتا وبيضربه وبعدها بيمسكه وبيرميه في المية. فيجيتا بيحاول يفاجئه بس بيقدر يمسكه وبينزل بيه على الارض بكل سرعته ونص جسمه بينزل تحت الارض. ريكوم بيمسكه من رجله يشوفه لسه عايش ولا مات، وفيجيتا بيستخدم اخر طاقة عنده وبيضربه في وشه، بس بيقوم تاني وبيستعد عشان يخلص عليه في الهجوم اللي جاي. في الوقت ده جوهان بيتحرك وبينقذ فيجيتا، وكوريرين بيضرب ريكوم قبل ما يكمل هجومه. ريكوم بيتعصب عشان سنانه وقعت وبيقرر انه هيقتل التلاتة مرة واحدة. كوريرين خد ضربة واحدة وقع على الارض ما قامش تاني. جوهان بيطلق عليه بس بينفخ في الهجوم بيخليه يرجع تاني، وبعدها بيمسكه وبينزل فيه ضرب. في نفس الوقت جينيو بيوصل للسفينة عند فريزا وبيجمع ال7 كرات مع بعض وبيأمرهم يحققوا امنيته، وبيكون متحمس جدا ومستني يشوف التنين وهو بيخرج، بس المفاجأة ان مفيش اي حاجة حصلت. في الوقت ده فريزا بيفتكر لما واحد من النميك قال له انه مش هيقدر يعمل حاجة بالكرات حتى لو جمعهم كلهم، وبيكتشف ان في رمز سري عشان تشتغل. بعد كده بنشوف على الكاشف بتاعه ان في 3 من سكان نميك لسه عايشين، وكانوا دندن والزعيم والنيل اللي كان بعيد عنهم. فريزا قرر انه هيروح بنفسه ويعرف منهم سر تشغيل الكرات. في الوقت ده جوهان كان عمال يتضرب وما كانش قادر يستحمل اكتر من كده، وبيهجم على ريكوم للمرة الأخيرة بس بيقدر يتفادى الهجوم، وكمان بيضربه في رقبته وبيكسرها. وجوهان بيقع على الأرض وخلاص بيطلع أنفاسه الأخيرة. وفي نفس الوقت أخيرا بتنزل مركبة فضائية جديدة للكوكب وبيخرج منها جوكو اللي احنا مستنيينه من بدري، وبنقول له روح شوف ابنك بيموت. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. أحداث كتيرة بتحصل في نفس الوقت على كوكب نميك. يا ترى جوكو هيقدر يلحق ابنه ولا لأ؟ وهل هيقدر بقوته الحالية إنه يهزم المحاربين دول؟ وفي نفس الوقت هل فريزا هيعرف السر ويحقق أمنيته ولا لأ؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو اللي جاي من سلسلة تلخيص أنمي دراجون بول. استنونا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.